الخير، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى هعمل معاكم مكرونه بالبشاميل وجلاش. قطعت بصلتين زي ما انتم شايفين اهو، احط معلقه سمنه كبيره واسيبها لما تدبل، وبعد كده نعصج اللحمه المفرومه اهو. البصله دبلت يا بنات زي ما انتم شايفين، هنزل عليها باللحمه المفرومه واقلب فيها بقى لحد ما ما تتعصج كويس، واحط لها التوابل معاكم تكون نزلت ميتها اهو يا بنات. بعد ما شربت ميتها هنزل بقى بالفلفل الاسود وكزبره وملح فقط لا غير. وطبعا انا عصرت طماطم بقرن فلفل حامي وهنزل بيه على اللحمه. بس كده هقلبها بقى، افضل اقلب فيها شويه لما تاخد من التوابل، وبعدين ننزل بالطماطم. هنا بقى يا بنات حطيت ميه غلت اهي، حطيت لها بس شويه ملح، وهنزل بكيسين مكرونه قلم. طبعا الصينيه بتاخد يا جماعه يا بنات كيلو الا ربع، لو هتجيبي سايبه اكياس زي كده هتاخد كيسين. ادي كيس اهو. انا طبعا بحب مكرونه لمتنا دي جدا، اولا بتبقى حلوه مش معجنه. هحط الكيس التاني واسيبها بقى لما تستوي اهو يا بنات. بعد ما قلبتها شويه خدت من التوابل، هنزل بقى عليها بالطماطم اهو، واسيبها تتسبك كويس قوي لحد ما الطماطم تتسبك خالص، ما يبقاش فيها ميه اهو يا بنات. بقى صفيت المكرونه. طبعا المكرونه بتاعت البشاميل ما بشطفهاش، بصفيها بس. وجبت الحله بقى اللي انا سلقت فيها، احط فيها معلقه سمنه كبيره زي ما انتم شايفين كده، واحط حوالي برضو معلقتين زيت عشان احمر فيهم الدقيق اهو، تسيح معايا وتتقدح شويه، وننزل بالدقيق يا بنات. بعد ما سخنت قوي هنحط حوالي 4 معالق دقيق على كيلو اللبن. تمام، نقلبهم كويس لحد ما يحمر شويه عشان ما طعم الدقيق ما يبانش في اللبن، وبعد كده ننزل باللبن يا بنات. الدقيق زي ما انتم شايفين بعد ما لونه غمق شويه، قلبت فيه حبه حلوين مع السمنه، هنزل بكيلو لبن اهو. بس هو كان عندي في الفريزر فك شويه، هنزل بيه على الدقيق اهو زي ما انتم شايفين. احط شويه فلفل اسود ومكعبين ماجي واسيبه يفك مع نفسه، ونرجع نقلب في البشاميل كويس. بصوا يا بنات اهو، بعد ما اللبن فك حطيت عليه مكعبين ماجي زي ما انتم شايفين، وفلفل اسود وسنه ملح صغيره. طبعا ما عرفتش هصور معاكم وانا بحطها. هفضل بقى نقلب في البشاميل كده على نار هاديه لحد ما يتقل معانا، ويبقاش ولا تقيل قوي وبرده ولا خفيف قوي، عشان تطلع معانا البشاميل يطلع معانا في المكرونه كده جوسي وجميل. افضل طبعا ايديكي ما تتشالش من الحله، تفضلي تحركي على طول على طول لحد ما يتقل معاكي عشان ما يكلكعش. وهي بنات البشاميل طبعا بعد ما تقل وطفيت عليه، هاخد منه حوالي 3 4 معالق كده على نص المكرونه، حطيتها في الصينيه اهو، وهقلب المكرونه في البشاميل، وبعدين انزل باللحمه واحط النص التاني من المكرونه. طبعا عشان المعلقه صغيره معلش اعذروني، بحط كتير. اقلبها كويس، وبعد كده احط اللحمه المفرومه. بعد ما حطيت البشاميل وقلبته في المكرونه وسويتها كويس، هنزل باللحمه زي ما انتم شايفين. طبعا انا كيسين المكرونه بحط عليهم بصراحه نص كيلو لحمه مفرومه، انا زودت بس ربع كده عشان هعمل جلاش. خدت منه الحبه، وادي نص كيلو المكرونه اهو، نص كيلو اللحمه سوري اهو. هفرده كده على المكرونه، واحط النص التاني من المكرونه وننزل بالبشاميل. بصوا فردت اللحمه كلها، غطت الصينيه كلها ما شاء الله. هحط بقى نص باقي المكرونه اهو قدامكم، احطها على الصينيه، واحط بقى باقي البشاميل اهو يا بنات. هنزل بقى بالبشاميل وافرده على الصينيه كده كويس لحد ما اغطيها كلها بالبشاميل. طبعا لو عندك جبن حطي، ما عندكيش دخليها الفرن كده هتحمر عادي. بس يا جماعه حذاري حذاري حد يحط بيض على البشاميل، اللي بيبقى اولا
بيعمل قشره كده مش لطيفه. تاني حاجه بتبقى زفر جدا جدا. اهو يا بنات بقى، انا ما لقيتش عندي للاسف موتزاريلا، بس لقيت عندي شيدر اهو. حطيت جبنه شيدر على الوش وهدخلها الفرن واوريها لكم بقى بعد ما تطلع. اهو يا بنات بقى، دهنت صينيه كده بسمنه بسيط خالص، وهحط طبقه جلاش، ورقه يعني، فلوة، واروح حاطه سمنه، ورشيت عليها برضو ورقه الجلاش سمنه. بين كل طبقه او طبقه كده يا بنات هنرش سمنه بسيط خالص عشان يطلع معانا ايه، مورق كده وجميل. نحط بقى ورقه تاني اهو. طبعا دول اتنين في بعض بس ماشي مش مشكله اهو. هحط نص اللفه من تحت، واحط الحشو في النص، واحط اللفه التانية اهو. احط برضو هنا سمنه، واحط طبقه تاني، وهكذا. اخلص كميه وارجع لكم. اهو يا بنات كده حطيت نص لفه الجلاش، نص الكميه بنفس الطريقه. واحط الحشو بقى في النص. طبعا عندي شويه لحمه مفرومه اتبقوا. طبعا انا عملت صينيه باللحمه المفرومه زي ما قلت لكم، بس ما لحقتش اصورها معاكم. دول اتبقوا، قلت اعمل بيهم الصينيه التانية مع ميكس جبن. هفركهم بس كده عشان اللحمه بردت، واوزعهم في الصينيه زي ما انتم شايفين اهو. واحط بقى من عندي ميكس اللي هو البيتزا ده. على فكره يا بنات جربوه، جميل قوي بالزيتون وميكس جبن مع لانشون. خطير. ينفع للبيتزا، ينفع حشوات زي كده للجلاش، للرقاق. واحط بقى باقي اللفه التانية بنفس الطريقه، طبقه ورقه وادهنها سمنه، واحط ورقه، وهكذا، وارجع ايه اكمل معاكم. اهو يا بنات الجلاش بعد ما طلعتها من الفرن، طبعا ربيت هنا بيضايه اهو في كوبايه لبن معاها فلفل اسود. هشرب بيها بقى كده الجلاش وادخله الفرن تاني، بس اشربه الاول اهو هي سخنه كده عشان يطلع معانا طري وما يبقاش ناشف زي ما انتم شايفين كده. واروح مدخلاه الفرن تاني. وهو يا بنات المكرونه بعد ما طلعت من الفرن والجلاش بتاعنا، بس طبعا هنا الجبن ما طلعتش احسن حاجه، ما صحتش. اهي تجربه. بس ايه رايكم بقى؟ لو عجبتكم طريقتي ووصفتي، متنسونيش بقى بدعواتكم الجميله، وتحطوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه.